صباح الخير، صباح العسل، صباح الخير على قلوب الحلوة. تعالوا بينا نصلي على حبيبنا النبي ونفطر كده مع بعض. بس عايزة اقول لكم بقى، الجبنة دي اختراع هنعملها مع بعض في اخر الفيديو. بس عايزة اقول لكم كمان ان انا زعلانة منكم قوي على المجهود اللي انا بعمله في الفيديوهات وكمان التصوير وكل ده. ما بلاقيش من حبايبي لايكات ولا كومنتات حلوة ولا لايكات حلوة تعليلي الفيديوهات. يعني أرجوكوا 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 استهموا شوية بالقناة بتاعتي. تعالوا بقى نصلي بينا على حبيبنا النبي كمان مرة وأقول لكم النهاردة إحنا هنعمل الجبنة إزاي. أنا مخزنة الحاجات دي. كان عندي جبنة رومي شلت منها حتتين، كان عندي لبن شلت منه ربع كوباية، طبعا شارية جبنة قريش، وكان عندي بقيت قشطة شلت منها الحتة الصغيرة دي. ليه؟ أي تجربة بحب أعملها بحب دايما أعملها في كميات صغيرة. تعالوا بقى بينا نجرب 3 أطعمة، والتلاتة طلعوا تحفة آخر طعم. اللي أنا بصراحة اتفاجئت إن البيت عندي حبوه جدا جدا، ما كنتش متوقعة. بصوا، معايا كده ربع كوباية لبن شايلاها، معايا حتتين جبنة رومي. يعني ما اشتريتش كل ده في وقت واحد عشان خاطر ما يعملش معايا فلوس تضلعني. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. جبت عندي المطحنة عشان انا طبعا ما عنديش كبة، ربنا يا رب يكرمنا ويكرمكم. وهحط فيها سنة لبن على طبعا المفرمة اللي هي بتاعة الخلاط، حطيت فيها حتة جبنة قريش، وكمان نزلت بحتة القشطة الصغيرة اللي معايا، وكمان حطيت فيها شوية لبن زي ما انتم شايفين كده. وهضربها فين؟ في المطحنة. خلاص ضربتها كده وبقيت عندي جبنة بالقشطة جميل. هنا بقى هنعمل ايه؟ هنعمل الطعم التاني. جبت كده حتة جبنة قريش تانية، وهحط فيها حتتين الجبنة الرومي اللي عندي، وهحط معاهم كمان سنة لبن، وبرضو في المطحنة بتاعة الخلاط. وطبعا فضيتها. تالت طعم عندي، وده اللي اتفاجئت ان هم عشقوه في البيت. حطيت برضو الجبنة القريش، وكمان حطيت معاه جرجير، وكمان حطيت فلفل رومي اخضر. عايزة تحطي حراق براحتك. وهو ده اللي انا فطرت بيه في اول اليوم. هنا بقى خلصت خلاص كل الأطعمة. عندي هنا اللي هي الجبنة الرومي وباينة فيها قطعة هي عشان تعرفوها، وكمان اللي هي بالقشطة، وكمان اللي هي بالجرجير والفلفل الأخضر. عايزة أقول لكم ال3 أطعمة أحلى من بعض. ميزة الجبنة دي لما بتتحط في التلاجة الصبح بتقومي تلاقيها خمرانة وتقيلة وطعمها زي السكر. ما تنسوش يا حبايب قلبي لايكاتكم الجميلة واشتراكاتكم الأجمل عشان تنوروني وقناتي تكبر على ايديكم بإذن الله. باي باي.